24 تقسيم 3 يعطيني كام؟ هيعطيني 8. تمام. 8 يوم، يعني 8 يوم يعني 1/8 ضرب ايه؟ ضرب 24. خلاص، يعطيني كام؟ اقسم 24 تقسيم 8. 24 تقسيم 3 يعطيني 8. 24 تقسيم 8 يعطيني كام؟ يعطيني 3. يبقى 8 يوم 3 ساعات، أو أقسم 24 على 8. 120 دقيقة يساوي كام ساعة؟ احنا قلنا إن كل 60 دقيقة بتكون لي إيه؟ ساعة واحدة. 120 عبارة عن إيه؟ 60 زائد إيه؟ زائد 60. خلاص؟ 60 زائد 60 120. يبقى 120 كام ساعة؟ ساعتين. 3 أيام كام ساعة؟ احنا عارفين إن اليوم 24 ساعة، يبقى 3 ضرب 24 يعطيني كام؟ 3 ضرب 4 12. 2 وارفع الواحد. 3 ضرب 2 6 وواحد ايه؟ 7. يبقى 3 أيام فيها كام ساعة؟ اليوم 24 ساعة، يبقى 3 ضرب 24. 3 ضرب 4 12. 2 وارفع الواحد. 3 ضرب 2 6 ومعايا واحد ايه؟ 7. ربع ساعة كام دقيقة؟ طبعا احنا عارفين ان الساعة 60، والنصف ساعة 30، ونصف 30 ربع اللي هي 15. تمام كده. ربع ساعة يعني نصف النصف، يعني أقسم 60 كم مرة؟ مرتين. أنا عندي الساعة 60 دقيقة. خلاص، أقسم 60 على 2 30. أقسم 30 على 2 يعطيني إيه؟ 15. ربع يعني كأنك بتقسم الرقم على 4، يعني أقسم مرتين على 2. 72 ساعة كام يوم؟ لسه فوقها حلنا، قلنا 3 أيام 72 ساعة، يبقى ال 72 ساعة كام؟ 3 أيام. خلاص. ساعة وثلث يساوي كام دقيقة؟ يعني إيه ساعة؟ يعني 60 دقيقة. يعني ثلث، لسه أول سؤال، ثلث يعني 20 دقيقة. يبقى إذا هنكتب 60 زائد 20، يبقى ساعة 60 وثلث 20، يبقى 60 زائد 20 80 دقيقة. 150 دقيقة دي كام ساعة؟ احنا قلنا ان 120 60 زائد 60 صح؟ طيب 150 يبقى 60 و60 120 والباقي 30، يبقى 60 زائد 60 زائد 30. 60 و60 120 وزيد 30 يعطيني 100 وايه؟ 150. كل 60 دقيقة تكون ساعة، كل 60 دقيقة تكون ساعة، وال30 دقيقة نصف ساعة. يبقى كده عندي كام ساعة؟ عندي ساعتين ونصف، يبقى 2 ونصف ايه؟ ساعة. الساعة كام دقيقة؟ 60 دقيقة. نحفظها. 3 ساعات كام دقيقة؟ قلنا الساعة الواحدة 60، والساعة الثانية 60، والساعة الثالثة 60، يبقى 3 ضرب ايه؟ 3 ضرب 60. شايفين الصفر؟ ينزل. و3 ضرب 6 18. يبقى 3 ساعات 180 دقيقة. النصف ساعة كام؟ احنا متفقين ان الساعة 60، يبقى النصف ساعة كام؟ 30. هي الساعة 60 دقيقة، النصف ساعة 30 دقيقة، الربع ساعة 15 دقيقة، الثلث ساعة 20 دقيقة. تمام؟ التحويلات دي مهمة جدا في قياس الوقت. نتعلم ازاي نعرف نحل مسائل التحويلات في الوقت. مثال آخر، اكتب المدة الزمنية من 5 و18 دقيقة صباحا إلى 11 و28 صباحا. نركز كده، التوقيت الأول صباحا والتوقيت الثاني إيه؟ صباحا. أيهما فترة زمنية أكبر؟ أكيد 11 وكام؟ و28 دقيقة، يبقى نكتب 11 و28 دقيقة ناقص 5 و18 دقيقة. المدة الزمنية أو الفترة الزمنية يبقى نطرح الفترتين من بعض. الفترة الكبيرة ناقص الفترة الإيه؟ الصغيرة. أطرح الدقائق من الدقائق ثم الساعات من الساعات. ونركز لازم يكونوا الوحدتين متشابهتين. يعني هنا التوقيت صباحا يبقى هنا التوقيت صباح. إذا كان هذا التوقيت مساء يبقى نحوله نظام 24. تاني كده، أنا عندي التوقيت الأول صباح، التوقيت الثاني صباحا، يبقى نطرح التوقيتين من بعض. التوقيت الكبير ناقص التوقيت الصغير، كده المسألة خلصت. طيب إذا كان هذا التوقيت مساء، نشيل كلمة صباحا ونضع مساء. لا، يبقى نحوله لنظام إيه؟ 24 ساعة، يعني نزيد 12 ساعة. نطرح كده مع بعض. 8 ناقص 8 يعطينا 0.
2 ناقص 1 1، وبعدين الإحدى عشرة نقص منها 5 تكون إيه؟ تكون 6. يبقى أنا عندي 6 ساعات و10 دقائق. نركز، الدقائق على اليمين والساعات على اليسار، يبقى كام ساعة؟ 6 ساعات و10 دقائق. تمام كده؟ ونكون انتهينا من حل التمارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.